البحر تحفه، الميه حلوه قوي وصافيه. يا رب الناس كلها تعرف تصيف بجد، والله الميه حلوه قوي. التغيير رغم ان احنا يعني مستوانا ما جابش الساحل الشرير، وان احنا قاعدين في الساحل الطيب، بس الحمد لله. بس الناس هنا في شرير وفي طيب برضه يعني عشان ما مثلا ده بحر الشرير، ده معروف اكيد البحر ده شرير. لا والله تغيير حلو وان شاء الله الناس كلها تصيف. يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل ريفيو عن قرية رمسيس اللي موجودة في الساحل الشمالي، وده يعتبر كده الساحل الطيب مش الشرير. النهارده بقى ان شاء الله ده الجزء الثاني من قرية رمسيس. هنصور فيه الجامع والكيدز اريا، ملعب كرة القدم والمطاعم والسوبر ماركت وكل الملحقات بتاعة قرية رمسيس. اي مكان كيدز اريا للاطفال، وفي كده عقله طبعا دي فور فري لاي حد هنا موجود في القريه اللي هي قريه رمسيس. في عقله، كذا عقله كده. كان في النهارده كذا طفل بيتدرب على العقله دي. ودي بقى المراجيح، وهنا الزحليقه هم عملوها في سنه من السنين بفلوس اللي هي الكيدز اريا دي، وبعد كده السكان كلهم بطلوا يجوا، فلما بطلوا يجوا رجعوها تاني فور فري، يعني اي حد يدخلها. بصوا القريه كلها كده عباره عن شجر. هنا بقى يا جماعة هندخل على الكافيتيريا. اول حاجة الكافيتيريا دي كانت موجودة في نص القرية عشان خاطر تكون قريبة لكل الناس. انا كنت بصور الساعة 6 الصبح، فعشان كده هتلاحظوا ان هي فاضية تماما. المطاعم موجودة في الكافيتيريا مطعم مشويات، وكمان مطعم فرايد تشيكن، مطعم اسماك. بس خدوا بالك عشان الجمبري والسمك الفيليه كان بيخلص بدري. هنا احنا كنا طالبين اوردر سنجاري بوري مشوي ورز صياديه وسلطه وطحينه، وكان في جزء ما بيحب السمك طلب بيتزا بالبسطرمه. ودي الكافيتيريا دي كانوا بيحطوا فيها افلام لسه ما نزلتش يعني على التلفزيون. هنا دي البيتزا بالبسطرمه اللي احنا كنا طالبينها اللي هي السبايسي. وكمان جايبه لكم بعد الفيديو ده جايبه لكم كمان المنيو بتاع الفطير اهو، ده المنيو بتاعه. الاسعار كلها كانت معقوله. وكمان موجود هناك سوبر ماركت، انا مصوره لكم السوبر ماركت. هندخل بقى هنا يا جماعه على السوبر ماركت. اول حاجه السوبر ماركت فيه كل انواع الخضار، كانت كلها فريش طبعا نفس اسعار القاهره. عنده برضو كل انواع الفاكهه، الموز والعنب والتفاح. التلاجة كان فيها كل انواع الزبادي وكل انواع العصاير. عنده كل انواع العيش ما عدا العيش البلدي. عنده بقى الخزين اللي هو الرز، المكرونه، الصلصه، كل المنظفات. السوبر ماركت كان ما شاء الله ما شاء الله عنده كل الحاجات اللي اي حد بيحتاجها. عنده طبعا الصلصه، المايونيز، الكاتشب، عنده كل العصاير زي ما قلت لكم. انا مش عايزه انسى حاجه. طبعا كان عنده كل الجبن واللانشون والبسطرمه. جربنا من عندهم اللانشون والبسطرمه كانوا حلوين قوي. وهنا ديت الميه المعدنيه. عنده طبعا كل الفروزن، اللي هي مثلا فرايز، برجر، بانيه، كل الفروزن، حتى الخضار الفروزن برضو كان عنده. عنده كل المنظفات، عنده الفويل الالومنيوم، عنده كل الالعاب المائيه، عنده لعبه البولينج، عنده التنس والمضارب بتاعه التنس وكره التنس. ايه تاني؟ عنده المايوهات، بتاع المايوهات العاديه والمايوهات بتاعه الاطفال. اشترينا اصلا من هناك عنده مايو. كان في واحده المايو بتاعها يعني ما عجبهاش وجبنا مايو من عنده اهو البوركيني هو متعلق. كان عنده مايوهات كتير يعني. عنده كل المعطرات، كل اللي هو المنظف، المناديل، كل حاجه. مش الشامبو، انا اللي اشتريت من هناك على فكره يا جماعه شامبو ليا اللي كنت نسيت اجيبه من مصر. طبعا كل الكريمات، يعني ما شاء الله الله اكبر. كان السوبر ماركت مليان. عنده طبعا الصابون العادي والصابون المعين وصابون الوش، وعنده طبعا السليبر، عنده كلور، عنده كل المنظفات. دي بقى كانت تعليمات حمام السباحه، انا نسيت اصورها في الجزء الاول فقلت انزلكم في الجزء الثاني. على فكرة المواعيد اللي مكتوبة في اليافطة كانت مواعيد غلط. المواعيد كانت من 9 الصبح لغاية 8 بالليل، ما كانتش المواعيد اللي هي مكتوبة ديت، هم غيروها يعني. هنا بقى الكافيتيريا بالليل هتلاقوها اتزحمت شوية. على فكرة يا جماعة الكافيتيريا تبقى مفتوحة 24 ساعة، واغلب المطاعم بتبقى مفتوحة برضه 24 ساعة ما عدا مطعم الاسماك الوحيد اللي كان بيخلص الساعة 8 بالليل. هنا واحنا قاعدين بالليل في الكافيتيريا، هي تلاحظوا ان فيها ناس بقى بالليل.
انا حبيت اصوركم بالليل عشان تشوفوها تبقى زحمه قد ايه، بس كمان يعني القريه اصلا مش زحمه يعني. هنا كنت قاعده انا وسماح، هتلاقوني ان انا قاعده سرحانه. بقى الجامع فيه مكان مخصص للسيدات. انا حبيت اصور لكم الجامع بالليل عشان تشوفوا شكله جميل ازاي. اهو ده الجامع اهو، كان حلو قوي يا جماعه. ودوت ملعب كره القدم، كان بيلعب فيه شباب، بس هي مره واحده بس لقيت فيه بنات بتلعب فيه، مره واحده بس يعني. كان كل يوم يعني الملعب دوت فيه ناس بتلعب فيه. بس هي القريه جميله وفيها كل احتياجاتكم، وفيها صيدليه. وطبعا في هناك على فكره يا جماعه دليفري، نسيت اقول ان في دليفري، كل المطاعم عندها دليفري تقريبا، ما عدا برضو بتاع الاسماك. بتاع الاسماك ده تعتبره يعني حاله خاصه كده، سبيشال مطعم. هنا بقى كنت واقفه في البلكونه بصور منظر الشروق، رغم ان احنا كنا كل يوم الصبح بننزل نشوف الشروق على البحر، بس كنت برضو معجبه قوي بالفيو يعني. بصوا الصبح كده يعني كان المنظر كده كان مريح كده، وكنت بتحس براحه نفسيه. هنا بقى هزوم بالكاميرا واجيب لكم الكيدز اريا دي كده. بقى الكيدز اريا هي مش باينه قوي برضو في التصوير، يا رب تكون باينه كده. هنا بقى كنت انا وسماح في العربيه، كنا رايحين الشط، فحبيت بقى ان انا اصور لكم كده القريه واحنا ماشيين بالعربيه يعني بسرعه عشان تتفرجوا عليها. ولفينا شويه عشان خاطر تتفرجوا على القريه يعني. حتى كمان صورت فيها كل المطاعم عن قرب، تشوفوا الجناين كده يعني، تاخدوا كده جوله حره كده سريعه واحنا في السياره. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت. السلام عليكم، وقولوا لي على افكار فيديوهات وانا انزلها ان شاء الله.